الدولة الإسلامية، وصادرت السلطات المغربية أسلحة وأحزمة ناسفة بحسب تقارير. وبحسب وكالة رويترز للأنباء قالت وزارة الداخلية إن المسلحين مرتبطون بقادة في التنظيم في سوريا والعراق وليبيا، وإنهم أعدوا مخابئ في بلدة الجديدة الساحلية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو الصحفي والمحلل السياسي محمد فنيش. أهلا بك سيد فنيش. باختصار سنتحدث عن هذا الاعتقال. هل هو الاعتقال الأول فيما يخص المسلحين المرتبطين بما يرى في تنظيم الدولة الإسلامية؟ تحية لك أختي الكريمة ولطاقم قناتكم وللسادة المشاهدين الكرام. المغرب يعرف خلال السنوات الأخيرة منذ ظهور تنظيم الدولة الإرهابي يعرف مناوشات، خصوصا وأن التقارير الدولية تقول أن هناك مجندين من الشباب المغربي في سوريا وفي العراق، مما يدق ناقوس الخطر في المنطقة المغربية ككل، إضافة إلى الجماعات الإرهابية في شمال مالي. كل هذه الأمور جعلت من المغرب أن يكون يعني مرتع، لا أقول خصب، لكنه كذلك محل أنظار للجماعات المتطرفة. المغرب لحد ما فرض مقاربة أمنية يعني صارمة، تم تفكيك عدة خلايا في خلال هذه السنة والسنة الماضية يعني 2016. العملية التي وقعت في مدينة الجديدة مؤخرا كانت تقريبا من أكبر عمليات تفكيك للخلايا الإرهابية. أظن أن فرقة الأبحاث القضائية التي أنشئت مؤخرا يعني قبل سنتين تقريبا أتت أكلها، وأصبح المغرب يعتمد على مقاربة السبق في مواجهة التنظيمات المتطرفة. طيب، ننتقل من هذا الموضوع إلى زيارة العاهل المغربي التي تتم الآن إلى أديس أبابا لتحضير للقمة الإفريقية التي ستكون نهاية هذا الأسبوع. 33 سنة من الغياب للمغرب عن الاتحاد الأفريقي، وربما 10 سنوات من التحضير لهذه العودة. لماذا الآن؟ لماذا هذا العام؟ هو المغرب علاقته بالاتحاد الإفريقي أولا ينتمي إلى هذه القارة، ينتمي إلى أسرته الإفريقية، لكن تبقى قضية الصحراء هي المشكل الأساس الذي غادر به المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، ما يسمى بالاتحاد الإفريقي حاليا. المغادرة كانت بسبب وجود البوليساريو، لكن وقعت مفارقات غريبة في تحليلنا لهذه الأمور، أن المغرب مثلا على مستوى العاهل المغربي توجه بقوة علاقات قوية سواء سياسيا أو اقتصاديا أو بتوجه سوسيو اقتصادي صح التعبير لفرض وجود المغرب. لكن المشكل الذي غادر به المغرب الاتحاد الافريقي هو البوليساريو لا زالت موجودة. ما زاد الطين بلة أن اليوم هو أن البرلمان المغربي بغرفتيه قام بالتصويت على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي الذي يعتبر البوليساريو دولة عضو في الاتحاد الافريقي باعتبارها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. طيب، ما الذي إذا تغير حتى يسعى المغرب بعد 33 سنة من القطيعة للعودة؟ المؤيدين للطرح المغربي يقولون أن المغرب يريد أن يملأ مقعده الشاغر وأن يقارع البوليساريو من داخل الاتحاد الإفريقي، لكن هناك إكراهان وضعهم المغرب أمامه في هذا التوجه. أولا الامتثال للقانون التأسيسي الذي صوت عليه البرلمان المغربي، وهو التزام واعتراف بجبهة البوليساريو التي كانت تسمى الآن في المصطلح الحديث بعد تصويت البرلمان المغربي نحن أمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهذا تحول خطير. ثانيا المغرب وضع مقاربة اقتصادية، بمعنى رهن مشاريعه الاقتصادية بعلاقاته مع الدول، بمعنى استثمر قبل أن يكسب موقف سياسي من الاتحاد الافريقي. اليوم نحن داخل قمة الاتحاد الافريقي عودة المغرب شيء وسحب عضوية البوليساريو شيء آخر. ما يتم مناقشته حاليا هو عودة المغرب. البوليساريو طردها من الاتحاد الافريقي ليست على طاوله على جدول اعمال الاتحاد الافريقي. اذا عندما تنظر الى النقاط تقريبا 8 نقاط تجد انه محاوله يعني انتخاب رئيس جديد للاتحاد الافريقي، تحديد مهام مفوضيه الاتحاد الافريقي، التركيز على الشباب كاستثمار
في الاتحاد الإفريقي. شكرا. إذا هذه النقاط التي إضافة إلى الصراعات ومواجهة الإرهاب في القارة الإفريقية. وسنتحدث عن المزيد طبعا خلال القمة، المزيد عن هذا الموضوع. أشكرك، كنت معي في الاستوديو الصحفي والمحلل السياسي محمد